السلام عليكم، ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة. الفيديو اللي انتوا هتشوفوه دلوقتي هو كان فيديو، يعني كانت النية فيه حاجة تانية خالص غير اللي ظهر او غير اللي حصل. بس لقيت ان احنا بجد كل يوم بتجيلنا حاجة بتغير الواقع زي ما بيقولوا. بتغير الحاجة اللي احنا كنا هنمشي فيها، او بتغير الجدول، او ممكن تحصل لنا ظرف في اي وقت في اي حاجة. بيغير معانا الحياة والدنيا وبيفرق معانا كتير. فممكن انت تبقي مخططة اليوم يمشي بشكل، وفجأة تحصل حاجة يومك يتشقلب ويمشي بشكل تاني خالص. ده اللي حصل بالظبط في الفيديو. وازاي ان انت ده كان مثل بسيط وتافه تمام منه. انا يعني انا كنت هتكلم في الموضوع ده بس بشكل عملي اكتر. فلما حصل الموضوع ده قلت لا خلاص، انا هعرض الفيديو بالشكل ده، ومنها هيبقى هو كمقدمة للفيديو اللي جاي. فاتمنى ان الناس ما تنتقدش الفيديو وتفهم المسج اللي انا كنت قصدا ان انا اوصلها. يا رب طبعا الفيديو اللي احنا عاملينه ده يعجبكم وينول رضاكم. وعايزين اي حاجه سيبوها لي تحت في الكومنتات. وبالنسبه للناس اللي كانت حابه تتواصل معايا، انا هسيب في اول تعليق مثبت وفي صندوق الوصف البروفايل بتاعي اللي هو الاكونت بتاعي على الفيسبوك، اللي انا بقدر اتواصل بيه معاكم بشكل يومي. فتقدروا اللي عايزني في اي حاجة هيلاقيه تحت في صندوق الوصف. واشوفكم في فيديو جاي تاني قريب. ما تنسوناش طبعا تدعمونا باللايك، لان اللايك هي اللي بتقول ان الفيديو ده بتاعنا يستحق يكون موجود او لا. او طبعا تشيروه مع اصحابكم لو انتوا شايفين ان هو مفيد. والناس الاول مره تشرفنا في القناه، ما تنسوش تضغطوا زي ما سنو بيقول لكم على زرار الاشتراك وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. واشوفكم على خير في فيديو جاي تاني. السلام عليكم، ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده آه مش عارفه، يعني بجد انا ما عنديش طاقه ولا مود ان انا اعمل اي حاجه. آه شويه يعني في حاله كده من الملل. ساعات بتبقى جايالي مش ببقى عايزه اعمل اي حاجه. آه يعني ببقى عايزه اقعد كده ما اتحركش من مكاني ولا اعمل اي حاجه، ولا اعمل اكل لحد، ولا اعمل شرب لحد، ولا اتحمل مسؤوليه حد. انا عايزه اتدلع، انا مش عايزه اتحمل مسؤوليه. فالنهارده طبعا الاستاذ ياسين مشرفنا ومنورنا. الدنيا كانت برد جدا والجو كان مطر الصبح فما راحش الحضانه. في الحقيقه هو قاعد معانا النهارده ومشرفنا ومقرفنا. آه، ف هيكون يعني متواجد بشرابه ده معانا في الفيديو النهارده. ف عندنا يعني نعم. طب بعد اذنك عشان نخلص التصوير. فالنهارده ان شاء الله مع بعض هقول لكم بقى لما تبقي زهقانه وملانه كده تعملي ايه. فنستعين بالله ونقول دعاء اللهم اني اخرج من حولي وقوتك، من حولي وقوتي الى حولك وقوتك يا ذا القوة المتين. ونستعين بالله ونقوم نشوف هنعمل ايه. شوفوا بقى يا بنات بعد اذنكم يعني. شوفي المصحف ده كان بقول فيه. شايفين المصحف ده هو كان بيقول فيه. هن هنقوم نستعين بالله ونقوم. واول حاجه بقى هنعملها هنفتح الشبابيك بتاعتنا، تمام، والبلكونات، ونخلي الهواء يدخل للشقه. وتاني حاجه هي هنشغل القران. وطبعا ايه زي ما انتوا شايفين كده هي الدنيا مبهدله شويه، تمام. اول حاجه بس هودي الحاجات. طبعا اول حاجه بلمها ان انا بحط كل حاجه في مكانها، يعني برجع المكعبات طبعا والبلكونه زي ما انتوا شايفين كده، تمام. كان قاعد بيلعب هنا، تمام، وكان في الوان وكلام جميل كده. فهلم كل المزرعه السعيده دي وادخلها مكانها وهنبتدي نشتغل سوا.
آه طبعا انا خلصت البلكونه وكمان خلصت هنا، وانتوا ما شفتوش اي حاجه. والنهارده ربنا اراد ان الفيديو يطلع بالمنظر ده، لاني حقيقه انا ما كنتش هعمل فيديو بالشكل ده. النهارده ده نموذج ان انتي ممكن تبقي مقرره تشتغلي في شغل البيت ويجيلك تليفون ومكالمه من حد من الناس اللي مش هينفع ما ترديش عليها او تكنسليها او حتى ما تسمعيهاش، فالوقت ده لازم هتردي عليها. في اختراع جميل جدا جدا ربنا سبحانه وتعالى اداهولنا، وهو السماعات. تمام، جميله جدا. حطيها في ودانك، الموبايل في جيبك، واشتغلي الشغل اللي انت بتشتغليه في البيت عادي جدا. عملت كل حاجه وانا بتكلم في التليفون. خلاص تقريبا خلصت، يعني معظم شغل البيت خلاص خلص. لا ينقصني سوى المطبخ، وغير كده خلاص انا يعتبر خلاص خلصت. ما عنديش حاجة غير المطبخ و أوضة النوم بتاعتي. أوضة النوم بتاعتي هي ما فيهاش حاجة، هي طبعا اهدى بقاع الارض فمفيهاش غير حاجات بسيطة قوي. وهبقى خلصت. تمام. طب انت ليه كملت الفيديو؟ كملت الفيديو لاني ده حاجة ممكن تحصل لنا كلنا، ممكن تحصل لنا ان احنا فعلا نبقى مقررين، واهو ابتديت اشتغل وقدامكم وشفتوا الدنيا يعني. وفجأة جالي تليفون من حد انا مش هينفع ما ردش عليه، او مش هينفع اني انا اكنسل، او مش هينفع لاني انا عارفه الظروف مش هينفع اقولها طب معلش نبقى نتكلم بعدين، لان انا عارفه مين دي بتكلمني ليه وايه الوقت وايه الظروف. فمهما الدنيا حطتك في ظروف تأقلمي على الظروف اللي انت فيها. مش معنى ان انا بعمل البيت خلاص هوقف الساعتين دول. على فكره انا خلصت والموضوع خد ساعه ونص. بصوا هو انا هشوف الساعه كام بالظبط عشان سوري ما بقاش بكذب واقول لكم بصراحه. هو بالظبط دلوقتي كده كملنا، بعد 4 دقايق بالظبط هكمل ساعتين. تقريبا مع انتهاء الساعتين دول انتهيت من شغل البيت وحاجه البيت. فالمسج اللي انا حبيت اوصلها لكم اللي كملت الفيديو، ان مهما كانت الظروف ايه ومهما كانت الدنيا شايلالك ايه واتحطيتي في ظرف، تأقلمي على الوضع اللي انت فيه وحاولي تعيشي، وافهمي كويس قوي ان الدنيا مش بتبقى ماشية على مزاجنا او زي ما احنا عايزين، ودايما الظروف والايام ما بتمشيش على هوانا. انت ممكن تبقي يومك او حياتك ماشية عادي وتطرق عليكي اي طارئ، تلاقي ان الدنيا عندك خلاص اتقلبت رأسا على عقب. الظروف دي ممكن تبقى معانا بقى بداية من ان يجيلك دور برد، او تتعبي او عندك مغص هتتعطلي يوم 2 3، ان يطرق عليكي مثلا ان بعد الشر يبقى حد في البيت عيان هيقعد فيه مدة، او ان حصلت عندك ان حد جه يقعد عندك 2 3، او ان حد جه يقعد عندك 2 3. وقتها مش كل الناس بتعرف تتأقلم وترجع وتعيش حياتها كويس عادي. في ناس بتقدر تتأقلم وبتعرف وقت الطوارئ دي تعمل ايه، وفي ناس لأ حياتها بتعطل. فاللي احنا عايزة اقوله ان احنا لازم نتأقلم. طب هنخطط ازاي وهنعمل ازاي وازاي هنمشي حياتنا؟ ده اللي هتشوفوه معايا المرة الجاية. السلام عليكم.